هنا كما تكلمنا في دورة منهجيات البحث العلمي عن الاتزان البحثي أو الاتزان العلمي، وقلت آنذاك أن الاتزان البحثي واحدة من سمات البحث الرصين، واحدة من سمات البحث العلمي الرصين. وهذا الاتزان له صور متعددة، منها الاتزان الخارطي، الاتزان الكمي، الاتزان الكيفي، الاتزان الهيكلي، الاتزان المنهجي. تاني، صور الاتزان البحثي في البحث العلمي الرصين له صور متعددة، منها الاتزان الخارطي، الاتزان الهيكلي، الاتزان الكمي، الاتزان الكيفي، الاتزان المنهجي.